السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش توحشتوني؟ كيف توحشتكم بزاف احبابي وصحابي المتتبعين الغزالين ديالي. اليوم جيتكم وما جيتش خاويه بعد هاد الغيبه. جبت لكم واحد الوصفه اللي كتجي رائعه وسهله وكتوجد في دقائق وفي نفس الوقت صحيه، اللي هي المقلوب التونسي. وفي المقلاة كيوجد في وقت قليل وصحي وكيجي رائع. وهو عبارة على سندويتشات. راكم عارفين بعد رمضان كتكونوا عييتوا من شهيوات وعييتوا من الثلجات، كتبغوا غير حاجة خفيفة ظريفة وكتوجد في وقت قليل. انصحكم تجربوا المقلوب هذا التونسي، كيوجد في المقلاة، كيجي رائع وبنين. وكيف قلت لكم اهم حاجة صحي. نسطروا مزيان على هذه كلمة صحي. يلا ننتقلوا لطريقة التحضير ديالو وتبعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخر. كيف كتشوفوا غادي نشدو بول كبير كبينا فيه الماء دافي. من بعد غادي نديرو فيه الخميره ديال الخبز. لا عندك الخميره ديال الخبز زعما ديال القياس ديري معلقه كبيره. عندك ساشي كيما انا درت ساشي واحد. وغادي نضيف عليه كاس كبير تاع الدقيق وغادي نخلط كل شيء ونخليه يختمر كيف كتشوفوا معايا. وبغا نقول لكم البنات راه ضروري من المرحله هذه، راه مهمه، هي اللي كتخلي لاباط او العجينه ديالنا تنجح. وهنايا في هذه المرحله البنات عبيتي ديري معلقه ديال سنيده او سكر سنيده تقدري تضيفيها في المرحله هذه، حتى هي كتساعد الخميره ديالنا باش تختمر وتفعل لينا. انايا ما كنديرهاش، اما هي راه تقدري ديري معلقه ديال سنيده او شويه ديال العسل، راه حتى هي زوينه. من بعد غادي نخطوها كيف كتشوفوا نخلوها تختمر. وهنايا بعد ما خمرت البنات كيف كتشوفوا دارت دوك النفاخات من الفوق. هنا العجينه ديالنا خمرات، ماشي العجينه اما الخليط اللي درنا خمر. هنايا ضفنا ليه الملح وتقريبا 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نخلطو كلشي وغادي نضيفو الدقيق اللي نحصلوا على واحد لاباط اللي رطبه وما كتجيش ثقيله البنات، ما كتحتاج تدلك بزاف. غادي ندلكوها غير شويه بيدينا وغادي نعاودو نخلوها تخمر. هنا كيف كتشوفوا كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه. كيف قلت لكم البنات المرحله هذه مهمه باش تنجح معكم لاباط، ضروري ديروها وتخلوا العجينه تخمر. اهم حاجه الاختمار ديال العجين هو اللي كيخلي العجين ينجح معنا. وجربوها البنات راه غادي تعجبكم، ونتمنى الا عجبتكم الوصفه تشاركوها مع احبابكم واصحابكم. وانتم ما كتفرجوا الفيديو ما تنسوش تخلوا لي تعليق زوين كيفكم وديروا لي لايك وبارطاجوه مع اصحابكم واحبابكم. هنا كيف كتشوفوا بعد ما وجدت العجينه ديالي هاني دهنت البول شويه ديال زيت الزيتون وغادي نرجع ليه العجين ونغطيها ونخليها تخمر. في الوقت هذا اللي غادي نخليها تخمر غادي نمشي نوجدوا الحشوه مع بعض. كتشوفوا البنات القوام ديال العجين كيفاش رطب راه ما عذبتنيش هاد العجينه وما كتحتاج تدليك، يعني راه تقدري ما تحتاجيش كاع الماكينه ديال العجين ولا شي حاجه، تعجنيها غير بيديك خفيفه ظريفه. وهنايا في المقله درنا شويه الزيت، درنا واحد البصله متوسطه قطعناها غادي نحركوها في هذاك الزيت. من بعد غادي نضيف صدر الدجاج اللي غسلته مزيان ورقدته في الخل وفي سكينجبير وفي الملح والحامض حتى غسلته مزيان وكثرته من الماء ما بقاش فيه الماء وضفتو على البصله. واحد الحاجه البنات ضروري الدجاج تغسلوه مزيان او ترقدوه فاش ما عندكم في الحامض الخل الملح سكينجبير، المهم كل واحد باش كيغسل الدجاج ديالو غير باش ما يجيناش الدجاج مزفر ويغلب لينا على المذاق ديال داك الساندويش اللي حنا بغينا، واحد المذاق اللي كنقلبوا عليه سبيسيال كيجي في الساندويش هذا. هنايا ضفنا التوابل، درنا الكركم والفلفل الاسود والملح والاكليل. توابل سهله وخفيفه ولكن كيجي بنين بهم. واهم حاجه بالنسبه لي انا هو داك الاكليل. ديروها البنات وديروا داك الاكليل الجبل راه كيجي بنين، داك الدجاج كيجي فيه واحد النكهه خاصه. وهنايا كيف كتشوفوا العجينه ديالنا بعد ما اختمرت شفتوها كيفاش رطبه، شفتوا القوام ديالها كيفاش، شفتوا رطبه العجينه ما شاء الله. هنايا غادي نقطعوها الى كريات كيف كتشوفوا معايا. انا هنايا عطاتني 7 ديال الكرات، غادي ندير 6 مقلوب و7 غادي نديرها بطبوطه. وللملاحظه البنات واحد المعلومه، راه العجينه هذه تقدروا ديروا نفس العجينه وتخلوها تخمر وكل شيء وتقدروا ديروه بطبوط ما شاء الله كيجي مفشفش ومنفوخ من الداخل ورطيب
يجيش هذاك البيض ثقيل. وهنا كيف كتشوفوا 6 ديال المقلوبات و7 غادي نعجنها ونحطها على جنب حتى نطيبها خبزه. وهنايا غادي نبدا نطلق العجينه ديالي. كيف كتشوفوا كنعاون بالدقيق والدلاك. واني واحد الحاجه كنحاول نحافظوا على الشكل الدائري ديال العجينه، ما نخرجوش على الشكل الدائري باش يجينا المقلوب ديالنا مستوي ومقاد، لا في الديكور لا في الشكل. نبقاو هكا البنات حتى كنرخو العجينه. واحد الحاجه عند العجينه راه ما رققتهاش بزاف وما غليظاش بزاف. كيف كتشوفوا معايا كتجي متوسطه. شفتوا السمك ديالها ماشي رقيقه ماشي غليظه. وهنايا غادي نبدا نطيب في الباط ديالي. وفي نفس الوقت راني كنحرك الدجاج. كيف كتشوفوا غادي نبقى نحرك فيه ونشحر فيه حتى ما يبقاش لينا فيه الماء، ينشف لينا من هذاك الماء نهائيا. وفي نفس الوقت تشحر مزيان باش تجي واحد الطعمه زوينه. وهنا واحد الحاجه البنات باغا نقول لكم، غادي نحاول نطيب العجينه ديالي على جوج وجوه، ولاني واحد الفاس غادي واحد الفاس ديال العجينه غادي نحاول نطيبو اكثر من الفاس الاخر. كيف كتشوفوا معايا هاني غنبدا نقلب فيها من جهه لجهه وغنحاول نطيب واحد اكثر من الاخر. وغادي نبقى على هذا الشكل حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. كيف كتشوفوا معايا وهنا كيف كتشوفوا بعد ما طيبت كاع الحبات اللي عندي ديال العجين اللي هما 6 الحبات، غادي نبدا نعمر فيهم ونقاد فيهم. كيف كتشوفوا عندي فاس طايب اكثر من الاخر. وهنا غادي نقول لكم في لا فيديو منين نبدا نعمر علاش كندير واحد طايب اكثر من الاخر، راكم عارفين. حيت انا غادي نطيبها غير في المقله، يعني واحد اللي كيكون طايب مزيان كنديرو من الداخل، والاخر اللي كيكون طايب شويه كنخليه من برا حيت باقي غادي نعاود نطيبو. هذا الدجاج ديالي. وهذا الشيء اللي احتاجينا للحشوه. بالنسبه للحشوه انايا عندي الدجاج، عندي الخيار، عندي مطيشه، عندي الكورنيشون، عندي الخيزو، عندي البصله. وانتم لعل عندكم لا سلطه تقدروا تضيفوها. وعندي انواع الاجبان، وانتم اللي عندكم في الاجبان ديروه. كندهن بالهريسه والمايونيز، ولا دهني بالهريسه والفرماج، دهني غير بالمايونيز اللي ما بغاش الهريسه. انا هنا درت الهريسه والمايونيز. من بعد فرشت في الجبن وضفت الدجاج كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نبدا نضيف الخيار والبصله والطماطم والكاروت والكورنيشون. بتضيفي الزيت الاسود الزيت الاخضر، عندك الخس بديري الخس، يعني كيبقى لك اختياري. كيف قلت لكم راه صحي هذا الساندويتش، كيجي غزال وبنين وفي نفس الوقت صحي. وهكا كنبقى نستف الخضروات. هاني درت خبز وهنا ضفت الخيار. من بعد هاني هنضيف الطماطم. عرفتوا ما شاء الله واحدة البنات ما كتقدروش تكملوه، كيجي ما شاء الله كبير وعامر من الداخل وكيشبع. وهنايا غادي نبدا نضيف الجبن اللي عندي. انا عندي هذا الجبن الاحمر غادي نبدا نقطعه. حتى هو كيجي غزال ومنين كيذوب كيجينا زوين من الداخل. وانتم اللي متوفر عندكم تقدروا ديروا الموتزاريلا الا عندكم. المهم هو انا وريتكم الطريقه والباقي عليكم تعمروا باللي عندكم. وتقدروا البنات بين موجود عندكم. هنايا عندي هذا الفرماج كاري ديال لي ساندويش غادي نديرو حتى هو واحد الملاحظه البنات، هذا المقلوب كيبغي بزاف الفرماج. وانا راكم عارفين ديما في لي فيديوهات ديالي كنقول لكم كيعجبني الفرماج، يعني راه كندير الفرماج حتى كيجي عامر. ايوا هذا البنات هو الشكل ديال الحشوه ديالنا من الداخل. اش غنديروا غادي نحاولوا نسدو كيف شفتوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي عامر. ماشي علاش قلت لكم الحشوه نتوما تقدروا تحكموا فيها وديروا فيها اشنو بغيتوا. تقدروا اللي ما كياكلش خيزو ما يديروش، اللي ما كياكلش مطيشه ما يديرهاش. راه ماشي ضروري ديروا هذه الحشوه اللي درت انا، بالعكس تقدروا ديروا نتوما حشوه اخرى وبالطريقه ديالكم نتوما. وهانتوما كيف كتشوفوا معايا دابا غادي نديرو في المقله وغادي نحاول نطيبو على الجهتين.
وهنا غادي نبدا نطيب فيه. وهنا كيف كتشوفوا تبارك الله هنا راه كنديروه معامرين من الداخل، كتبقى طيح ليا شي حاجه كنحاول نرجعها لداخل. غير غادي يذوب هذاك الفرماج، غادي يسد ليا الفم ديال الساندويش، ما باقيش غادي يحاول داكشي يخرج، غادي يبقى لداخل. دابا غير غادي يذوب هذاك الفرماج، غادي يتسد الخبز ديالنا، الخبز ديال الساندويش، ما باقيش غادي طيح لنا شي حاجه. وكنبقاو هكا حتى كنطيبوا الساندويش ديالنا. وهانتوما كيف كتشوفوا معايا انا بقيت كنعمر وكنطيب، وكنستمروا على هذا الحال حتى كنطيبوا كاع المقلوبه ديالنا اللي كيجي رائع. هو عباره كيف قلت لكم على ساندويش وبنين. نتمنى تجربوه ونتمنى يعجبكم. غير تبعوا البنات الطريقه ديالي، وباش ينجح معكم الباط تجي ناجحه 100%. تبعوا الطريقه ديالي. شوفوا البنات على هذا المنظر الرائع كيخطف القلب. بصراحه شفتوا الفرماج كيفاش كيذوب فيه. وهذا كان الشكل النهائي ديال المقلوب التونسي ديالنا اللي كيجي رائع ورطيب وفي نفس الوقت مقرمش. اهم حاجه هي الباط تجينا رطبه ماشي قاصحه، وفي نفس الوقت فيها التقرميشه. بصراحه كيجي رائع البنات. وكان هذا الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم. وكيف قلت لكم ان شاء الله الى وصفه جديده وعندي وصفات كثر غنشاركها معكم. تبعوني وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم، وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم. والسلام عليكم الى وصفه جديده ان شاء الله.